هل مصر بتسلح خصوم اثيوبيا من تحت الترابيزه؟ تخيل معايا المشهد كده، جيش اثيوبي بيحشد قوته في الشمال واشتباكات بتتجدد في تجري مع فانو اللي بتحارب حكومه ابي احمد وبتوسع نشاطها في امهره، واريتريا واقفه على الحدود والعلاقه بينها وبين اثيوبيا بتسخن بشكل خطير، وفي النص مصر اللي بقالها سنين في مشاكل مع اثيوبيا بسبب سد النهضه، وفجاه بتظهر تقارير بتقول ان القاهره مش بس بتضغط على اديس ابابا سياسيا، لكن دي ممكن تكون بتدعم خصومها بالسلاح. وبالمناسبه ده مش كلام صفحات مجهوله، ده تقرير للايكونومست في سبتمبر 2025 قال ان مصر يقال انها بدات تبعت اسلحه لفانو، وبعدها تقرير تابع للكونجرس الامريكي قال ان مصر قد تكون بتقدم دعم عسكري لفانو علشان تضغط على اثيوبيا. طيب السؤال، هل فعلا مصر ممكن تكون بتسلح فانو؟ ولو الاجابه ايوه، السلاح بيروح لهم ازاي؟ هل عن طريق اريتريا؟ وهل تجري جزء من اللعبه؟ والاهم، هل الهدف مجرد الضغط على ابي احمد؟ النهارده هنفكك كل الاحتمالات ونفرق بين اللي عليه مصادر قويه واللي لسه احتمال واللي مفيش عليه دليل كفايه. بس قبل ما احكي لك الحكايه ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصه مع اسلام انور. يلا بينا نبتدي الحكايه. الأول خلينا نعرف هي مين فانو. فانو عبارة عن مجموعات مسلحة من قومية الأمهرة في إثيوبيا، وبدأت حربها المفتوحة مع الحكومة الفيدرالية بشكل كبير من 2023، ومن وقتها قوتها زادت وبقت قادرة تضغط على الجيش الإثيوبي في أمهرة، وده مهم جدا لأن الجيش أصلا بيحارب في أكتر من مكان. فانو في أمهرة، وجماعات مسلحة في أوروميا، وتوتر شديد مع تجري، وتوتر أخطر مع إريتريا. يعني كل ما فانو تقوى كل ما الجيش الإثيوبي يضطر يوزع قوته أكتر. وهنا ظهر الاتهام الكبير في سبتمبر 2025. الايكونومست قالت ان مصر ممكن تكون بدأت تبعت اسلحة لفانو، لكن ركز هنا، مفيش في التقرير اي شحنة مصورة، مفيش نوع سلاح محدد، ومفيش رقم شحنة، ومفيش اي مستندات للنقل. وبعدها تقرير ابحاث الكونجرس الامريكي في فبراير 2026 نقل نفس الفكرة وقال ان مصر ممكن تكون بتدعم فانو عسكريا علشان تضغط على اثيوبيا، وده بيدي الادعاء وزن اكبر، لكن برضه ده ما يحولوش لحقيقة مثبتة، لان تقرير الكونجرس نفسه كان بينقل التقرير عن الايكونومست، ما قدمش دليل مستقل على شحنة سلاح مصرية. طيب امال فين الدليل؟ دي اهم نقطة في الموضوع كله. انا دورت تحديدا على بصمة السلاح المصري، هل في صورة لسلاح مصري مع فانو؟ هل في ذخيرة بعلامات تصنيع مصرية؟ طيب هل في ارقام تصنيع ممكن نتبعها؟ هل في شحنة موثقة من مصر؟ لحد دلوقتي لا، مفيش اي دليل علني قوي يخلينا نقول ان مصر ارسلت شحنة سلاح مباشرة لفانو، وده معناه ان جملة مصر ثبت انها بتسلح فانو اكبر من الأدلة الموجودة حاليا. لكن في نفس الوقت عدم وجود دليل علني مش معناه ان الموضوع مستحيل، خصوصا لو احنا بنتكلم عن دعم سري. وعلشان كده لازم نبص للمسارات الغير مباشرة. السيناريو الاول، مصر لفانو بشكل مباشر. ممكن نظريا ان القاهرة تكون بتوصل سلاح لفانو بشكل سري، لكن لحد دلوقتي مفيش دليل قاطع على المسار ده، علشان كده نحطه في خانة ممكن. السيناريو الثاني، مصر واريتريا، وده اهم سيناريو محتاج نراقبه. مصر قربت من اريتريا سياسيا وامنيا، واريتريا عندها خلاف كبير مع اثيوبيا، وكمان عندها حدود مباشره مع تجري. يعني لو في دعم عسكري بيتحرك ناحيه خصوم ابي احمد، اريتريا تعتبر طريق منطقي جدا. لكن لازم نفرق بين حاجتين، وجود تعاون مصري اريتري حقيقي، وبين استخدام اريتريا كطريق لتهريب سلاح مصري لفانو. الاحتمال الاول عليه مؤشرات واضحه، الاحتمال الثاني لسه ما فيش عليه دليل كفايه. لكن اريتريا نفسها بتدعم مين؟ هنا بقى الادله الاقوى. تقارير وتحليلات مختلفه بتتكلم عن دعم اريتري لخصوم ابي احمد، ومنهم تجري وفانو. وفي تقارير قالت ان السلاح ممكن يتحرك من اريتريا ناحيه فانو عبر التجري. لكن في نفس الوقت في نقطة مهمة جدا، جزء كبير من سلاح فانو أصلا بيجي من الجيش الإثيوبي نفسه. طب إزاي؟ فانو بتحارب الجيش وبتستولي على أسلحته ومخازنه، وبعدين بتستخدم السلاح ده ضده. يعني فانو مش بالضرورة إنها تحتاج دعم خارجي علشان تفضل قادرة على القتال. والأخطر، تجري وفانو الطرفين كانوا اعداء في حرب تجري، لكن دلوقتي الصوره اتغيرت. تجري عندها مشكله مع ابي احمد، وفانو عندها مشكله مع ابي احمد، واريتريا عندها مشكله متزايده مع ابي احمد. فبدا يظهر تقارب بينهم، مش لازم يكون تحالف كامل، لكن عندهم خصم مشترك، وده خطر جدا على الحكومه الاثيوبيه. وطبعا مصر عندها مشاكل مع اثيوبيا بسبب مشكله سد النهضه. النيل بالنسبه لمصر امن قومي، والسد بالنسبه لاثيوبيا مشروع قومي ضخم، فبالتالي مصر عندها مصلحة في زيادة الضغط على أبي أحمد.
لكن مش بالضرورة ان الضغط ده يكون حرب، لان الحرب ليها ابعاد كتير خطيرة وعواقبها اخطر. لكن ممكن مصر تعمل تحالفات، تعاون امني، ولو التقارير صحيحة دعم خصوم حكومة ابي احمد هيكون منطقي جدا. لكن لازم تعرف ان اللي مش منطقي ان الهدف يكون اسقاط اثيوبيا بالكامل، لان انهيار الدولة الاثيوبية مش بالضرورة يكون في مصلحة مصر، لانك وقتها هتلاقي دولة مفككة، ميليشيات وفوضى، ومفيش حكومة مستقرة تتفاوض معاها. الاقرب ان الهدف لو الدعم موجود فعلا يكون بس زيادة الضغط على ابي احمد، وانه يفقد شعبيته ويضعف قدرته على فتح مواجهة خارجية وخلق فرصة لحكومة اثيوبية جديدة علشان تكون مستعدة للتفاوض على ملف النيل وسد النهضة. وده فرق كبير جدا بين اسقاط اثيوبيا وتغيير توازن القوى جوه اثيوبيا. طب هل ممكن الكلام ده كله يكون حرب معلومات؟ ممكن طبعا، ودي لازم تفضل في دماغنا، لان اثيوبيا عندها مصلحة تقول ان مصر بتدعم خصومها، لان ده يحول المشكلة من ليه فانو وتجري بيحاربوا الحكومة الى ان في قوة خارجية بتحاول تضرب اثيوبيا. وده طبعا بيساعد الحكومة في حشد داخلي ويزود شعبيتها، وفي نفس الوقت مفيش دليل علني كفاية يخلينا نقول ان القاهرة فعلا ارسلت سلاح لفانو. لكن في سيناريو ثالث، ممكن يكون في دعم مصر، بس مش بالضرورة صناديق سلاح رايحة لفانو. الدعم ممكن يكون معلومات، تدريب، اتصالات، مساعدات لوجستية، معدات، او دعم طرف تاني يقدر يوصل السلاح بنفسه. وده لو حصل هيبقى اصعب كتير في الاثبات. وده بياخدنا للجيش الاثيوبي نفسه. الجيش الاثيوبي حاليا قدام مشكلة كبيرة جدا، تعدد الجبهات، فانو في امهرة، جماعات مسلحة في اوروميا، وتجري في الشمال، والعلاقة مع اريتريا وصلت لمستوى خطير من التوتر. وفي اغسطس 2026 حصلت اشتباكات جديدة بين الجيش الاثيوبي وقوات التجري، مع تقارير عن استخدام المدفعية والطائرات المسيرة. واخطر سيناريو ممكن يحصل ان تخيل ان الجيش الاثيوبي يدخل في حرب كبيرة مع التجري، فتجري تقاوم واريتريا تدخل، وفانو تستغل انشغال الجيش وتفتح جبهة اكبر في امهرة، وجبهات تانية تتحرك في اوروميا، وفي نفس الوقت الحدود مع السودان تفضل مشتعلة. ساعتها اديس ابابا هتكون قدام حرب متعددة الجبهات. وهنا الدعم الخارجي الصغير ممكن يعمل فرق كبير، مش لان مصر لوحدها تقدر تسقط اثيوبيا، لكن لانها ممكن تزود الضغط على جيش اصلا موزع ومستنزف. اذا ايه هنا اللي نعرفه بثقة؟ نعرف ان مصر قربت من اريتريا، واريتريا عندها خلاف متزايد مع اثيوبيا، وفانو بتحارب الحكومة، وتجري رجعت تبقى مصدر خطر، وانه في تقارير قوية عن دعم اريتري لخصوم ابي احمد. وفي تقرير لايكونومست وبعده تقرير تابع للكونجرس الامريكي بيتكلم عن احتمال دعم مصري عسكري لفانو. طيب امتى الموضوع يتحول من ادعاء لدليل؟ لو ظهرت صور موثقة لسلاح مصري مع فانو، او ذخيرة بعلامات تصنيع مصري، او مستندات شحن، او تقرير استخباراتي موثق يحدد خط الامداد. ساعتها القصة كلها تتغير، وساعتها مش هنتكلم عن تقارير بتقول، احنا هنتكلم عن دليل. وفي الاخر القصة مش مصر بتسلح اثيوبيا ضد نفسها، ومش كمان كل اللي بيتقال مؤامرة. الحقيقة اعقد من كده. احنا قدام شمال اثيوبيا بيتغير بسرعه، فانو بتضغط، تجري بتتحرك، واريتريا على خلاف مع ابي احمد، والجيش الاثيوبي بيحاول يمسك اكتر من جبهه، ومصر اللي عندها خلاف مع اثيوبيا في نفس الوقت بتتقرب من اريتريا. فهل الادعاءات ان مصر بتوصل سلاح لفانو هل ده حصل فعلا؟ ممكن. هل في اثبات؟ لحد دلوقتي لا. هل في مؤشرات تخلي الموضوع يستاهل المتابعه؟ ايوه، وبقوه. لكن السؤال الاخطر مش هل بس مصر بتسلح خصوم اثيوبيا، السؤال الحقيقي هل كل التحركات دي أجزاء من لعبة أكبر هدفها تغيير ميزان القوة حوالين إثيوبيا قبل ما المنطقة تدخل في مواجهة أكبر؟ لأن لو حصلت حرب كبيرة بين إثيوبيا وإريتريا، ولو تجري فتح الجبهة وفانو استغلت الفرصة، ساعتها ممكن نكشف إن موضوع السلاح المصري مش القصة كلها، ده ممكن يكون جزء من لعبة أكبر بكتير. اللهم انصر مصر، ودائما وأبدا تحيا مصر، والسلام عليكم.